اهلا وسهلا بكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده والسلام يا ربي. كيف كتشوفوا معايا اليوم جبت لكم طبق خفيف طويجين ديال جوج الانواع ديال البطاطا الحلوه والبطاطا العاديه. هكا عملته بالدجاج وكيجي محمر وملبي ومرق تبارك الله، وفيه المعدنوس والقزبر كيجيو غزالين يا البنات. هنا كيف كتشوفوا معايا الدجاج عندي حمرته في الفران بعد ما طيبته نص طياب هنايا في الطاجين. يلا تابعوا معايا المقادير يا البنات وغادي تشوفوا الوصفه راها سهله وبسيطه. نتمنى لكم شهيه طيبه وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. كتشوفوا معايا هنايا حبيباتي راني بديت كنوجد الطاجين ديالي. هنا عندي نص بصله كبيره اللي شنفتها وشحرتها مع شويه الزيت الروميه زيت البلديه. هنا عندي قزبر ومعدنوس ومقردين، عندي شويه الثومه، وعندي التوابل العطريه طبعا ديال الطاجين، شويه البزار نص معلقه والخرقوم وسكينجبير وايضا الملحه. وعندي شويه ديال التوابل ديال الدجاج. هنا كنقطع ديك البطاطا ها كيف كتشوفوا نصوصه، وكنضيف شويه الماء باش نعطيها المرق وباش تجي بنينه ديك البطاطا. صافي كنقردها كيف كتشوفوا هكا شكل دوائر بحال كنديروا البطاطا ديال الحوت. ما كنديروهاش بحال الشكل ديال الطاجين العادي طويله، وانما كنديروها هكا دواور. صافي كنقطعها هكا بسرعه صافي، وكان هكا نبقى كنمرغها في هذيك الشرموله اللي عملناها. دائما كنديروا داك القزبر يا البنات كيجي لذيذ في الطواجن ومعاه الثومه. هكذا كنمرغها مزيان ومن بعد غادي ان شاء الله غادي نستفها فوق من هذيك البصله كيف كتشوفوا معايا. هكذا كنستف البطاطا كامله هكذا باش تكون هي لا باز تحت ديال الطاجين هكذا كيف كتشوفوا معايا. وهنا كنبداو كنقطعوا ديك البطاطا الحلوه اللي يكون اللون ديالها برتقالي، ماشي هذيك البيضه. حتى هي كنمرغها في هذيك الشرموله الاولى اللي درنا صافي، ونبدا نستفها فوق ديك البطاطا البيضاء. هنا ممكن انكم تختاروا النوع الثاني ديال البطاطا الحلوه، هذه كتجي زوينه ودغيا كطيب وتعطي الحلاوه لهذيك البطاطا والطاجين ديالنا. صافي هنا كنستف كل شيء هذا البطاطا اللي عندي صافي، وكيبقى لي فقط الدجاج اللي حتى هو غادي نوجدو بنفس الشرموله مع اضافه بعض التوابل الا شفت توابل انها ناقصه شي شويه. هنا كيف كتشوفوا كنضيف واحد شويه ديال القزبر وشويه ديال التوابل صافي، وكنمرغ دوك الطريفات ديال الدجاج اللي عندي. نتوما ديروا القياس ديالكم سواء دجاجه ولا نصف دجاجه. هنا درت غير فخيضات وداك الجنيوح بركه، هادشي كافي ان شاء الله. وصافي غنبقاو كنمرغوها مع شي كبيدات صافي، وكنحطوا هذيك ديك الطريفات ديال الدجاج فوق ديك البطاطا هكذا كيف كتشوفوا معايا صافي. وكنمرقوا طبعا دائما بداك الطاسه اللي فيها التوابل بعد اضافه طبعا الماء سخون. ما نديروش الماء بارد لان الطاجين هكذا المرقه باش او لا عفوا ديك الخضر ما تجيفش لينا وكتكنزز ملي كتكون كطيب. صافي هكذا كنهبطوا هكا الجنبات ديال الخضره في وسط الطاجين. صافي هنا غادي نضيف القليل من الماء سخون في الجوانب ديال الطاجين صافي، باش الماء الكافي باش يطيب لك ديك البطاطا، لان البطاطا الحلوه راها سهله في الساعه كطيب وخفيفه صافي. وغادي نغطي عليه طبعا ونردو يطيب، وان شاء الله غادي تشوفوه معايا بعد ما يطيب لينا. كيف كتشوفوا معايا راه الطويجين ديالي طاب، ما كياخذش بزاف ديال الوقت معكم، تقريبا ما بين 25 دقيقه حتى ل 30 ما كاملاش. صافي انا هنايا من قبل كان طاب ليا الدجاج ما بقى له والو صافي، صفيته حيدته من الطاجين ودرته في هذه الانيه الزجاجيه، درت عليه واحد شويه ديال الزبده
ومن الفوق ولا دهنت أيضًا ديك اللاطة ديال الزجاج، صافي وخشيتو في الفران باش يتقرمل ويجينا كروستيون. بالنسبة للطويجين كيف كتشوفوا معايا راه ملبّي واقف على المرقة ديالو، صافي هاكا كنقدّموه، إما تقدّموه هكذا فوق من طبعًا فوق الطاجين، وترافقوه هكذا إن شاء الله بسلطات وعصائر. أنا ما وجدت والو الصراحة، كنت باقي ما وجدت حتى شي حاجة معاه. وانتم طبعا ما تنساوش الخبز البلدي ولو ايضا الحوايج اللي كيرافقوا لنا الطواجن ديالنا. نتمنى لكم ان شاء الله شهية طيبة، والى الملتقى والى فيديو اخر بحول الله. والله الا البنات هاد الطاجين كيشهي وخفيف وما فيهش ليدام، طبعا غير الزيت البلديه هانتوما كتشوفوا لذيذ وخفيف على الهضم. وان شاء الله هاد الطبق تجربوه، راه صيفي وما ياخدش معكم بزاف ديال الوقت. جربوا ديك البطاطا الحمراء هكذا في الطويجنات كتجي رائعه، وخصوصا كتجي حتى مع الحوت كتجي زوينه بزاف. ان شاء الله مره اخرى غادي نديرها لكم مع السمك. ايوا هادشي اللي كاين البنات، قبلوا عليا ويحقكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى لكم شهيه طيبه، والى الملتقى الى فيديو اخر بحول الله. ما تنسوناش لايك الفيديو، ايضا بارطاجيو الوصفه مع احبابكم وصحابكم، جربوها راها زوينه بزاف. ونتمنى لكم الراحه والصحه ان شاء الله.